وتخيل إن في سورة في القرآن بتحكي اللي هيحصل بالظبط في زماننا دلوقتي، ووعد ربنا فيها بالنصر وقرب يتحقق قدام عينيك كمان. وفيها كمان معلومة محدش خالص بيركز عليها، وهي المفتاح لفهم اللي بيحصل في غزة والقدس دلوقتي. وفيها إعجاز رباني لتسلسل الأحداث هيدهشك. السورة دي هي سورة الإسراء، وتحديدا الآيات 4 و5 و6 و7. هحكي لك قصة الأربع آيات دول باختصار شديد من الواقع اللي احنا عايشينه دلوقتي. بص يا سيدي، بني إسرائيل أول مرة ما يكونوش فيها مستضعفين كانت في عصر سيدنا سليمان عليه السلام. كان ليهم دولة قوية ولكن بدون فساد، بيحكمها نبي وبينفذ فيها أوامر ربنا سبحانه وتعالى. واحنا عارفين ان كل نبي مسلم وان الدين عند الله الاسلام. فسيدنا سليمان مملكته تعتبر حكم اسلامي قوي جدا. ليه؟ امتلك قوة عسكرية وعلمية وإدارية. ربنا سخر له الرياح والجن وكمان الطير. حكم منطقة واسعة جدا شملت القدس وبلاد تانية كتير. حكم فيها حكم عادل ورشيد. القضاء كان مبني على الحق. استخدم العلم والإلهام في الحكم. أنشأ تحالفات قوية زي تحالفه مع الملكة بلقيس ملكة سبأ بالإقناع مش بالسيف. خد بقى المفاجأة دي، اللي احنا داخلين عليه بعد تحرير المسجد الأقصى إن شاء الله خلافة إسلامية راشدة، يعني نهاية العالم بحرب عالمية. ده مخططهم هم، إنما وعد ربنا لينا إحنا اتحاد عربي إسلامي قوي جدا جدا وحكمه عادل ورشيد.